ايه رأيك في الرسمة دي؟ طيب لو قلتلك ان الرسمة دي معمولة بس بالباوربوينت هتصدق؟ لو انت فاضي دلوقتي افتح معايا البرنامج وتعالى نشوف عملناها ازاي. الرسمة دي هتغير فكرتك تماما عن الباوربوينت. يعني زي ما انت شايف هو مش مجرد عمل سلايدات وبس، لا ده انت ممكن تعمل بيه ديزاينز كتيرة جدا. طيب يلا بينا. اول حاجة هنفتح صفحة جديدة كده، تمام، وهتدوس كليك يمين وهندوس فورمات باك جراوند وهنخليها جريدينت. تمام، اللونين اللي هتختارهم اي لونين، بس انا عايز خلفية تحس ان الشمس كده جاية مع الالوان كده. فانت هتختار اللون الاصفر ده اللي هو اللي هنا الاصفر، وهتخلي البرايتنس بتاعه 40 و46، واللون اللي هنا هتخليه اللون اللي هو اللبني ده، وهنا 0 وهنا 70. تمام، دول اللونين اللي انا اخترتهم. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة احنا عايزين نعمل التندة دي، هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا كده، تمام، وهنختار وهتدوس انسيرت، بعد كده شيبس، وبعد كده الدايرة دي، تمام، وهتدوس شيفت وانت بتعمل الدايرة بتاعتك. تمام، ممكن نكبرها سنة وليكن حاجة بالشكل ده كده. هتخليها هنا الاوتلاين نو اوتلاين، تمام، وهتجيب مستطيل عليها وهتقوم عامل مستطيل بالشكل ده كده. حاول تقسمها بالظبط وليكن حاجة بالشكل ده، وهتدوس شيفت على الاتنين وهتخليها سبتراكت بالمنظر ده. هنكبرها بس سنة وليكن حاجة بالمنظر ده. تمام اوي كده. تعالى بقى هتدوس كنترول دي عشان نعملها 6 مرات. 1، تمام، وهنلزقها فيها بالمنظر ده كده. كنترول دي تاني، 4، 5، 6 بالشكل ده كده. هتخلي الالوان بقى زي الالوان دي، يا اما انت اختار براحتك شوف انت عايز الوان العربية بتاعتك ايه وعيش يعني، بس انا هطبق عليها بالظبط. فاحنا عايزين اللون اللي هو ده، فانت هتدوس وهتغير اللون وليكن اللون ده. اللون ده كويس قوي، تمام، واللون ده هنخليه ابيض بالمنظر ده كده. نفس الكلام هنا هتخليها اللون اللي هو ده. بس كده، دي اول خطوة كانت معانا. هتعمل هتحددهم كلهم كده، تمام، وهتخليهم كنترول جي، وبعد كده هنجيب الشكل اللي هو فري فورم ده وهتحاول تيجي عند الطرف بالظبط. تمام، وهنقوم عاملين حاجة بالمنظر ده كده. تمام، وهتكمل دوس شيفت وكمل لهناك شوية كده تعدي الدايرة الأولانية. تمام، وبعد كده ترجع تاني تحاول تجيبها عند الطرف بالظبط، وبعد كده نقفل الشكل بتاعنا بالمنظر ده. هتخليها اوتلاين، واللون بتاعك احنا عايزينه افتح من اللون اللي تحت سيكة صغيرة وليكن حاجة زي كده. تمام اوي. نفس الكلام هنعمله مع اللون الابيض. هتاخد برضو نفس الشكل ده، تحاول تيجي بالظبط عند الطرف، ونفس الكلام شيفت، وهنا بقى تخليها لغاية الدايرة كده وليكن حاجة بالمنظر ده، وتحاول تظبطها بالظبط على الشكل بتاعك وتقفل بالمنظر ده كده. تخليه اوتلاين واللون هنا ابيض. طيب عشان الوقت انا هعملها بسرعة كده وهنرجع تاني. تمام، بس كده احنا تقريبا خلصنا التندة دي. هنعمل ايه تاني؟ هنحدد بقى كلهم كده وهنخليهم مع بعض بالمنظر ده كده. تخليها شيفت كده كل حاجة وتخليها كنترول جي، خليناها جروب مع بعض كده. تمام، نقدر بقى نطوله لورا كده بحيث ان هو يعمل زي التندة كده تقريبا كده كويس قوي. وهنا نصغرها سنة بحيث ان هي تدي شكل التندة كده.
تمام اوي كده. وهنعمل ايه؟ هنرجعها ورا كده بس تبقى هي دي التندة بتاعتنا. واول حاجة نعملها، تعالى بقى نعمل اصعب حاجة وهي العربية دي. هنعملها ازاي؟ بكل سهولة خالص. تعالى بس نصغر المكان ده شوية، بعد كده نبقى نكبره لو حسينا ان احنا عايزين نكبره. هتيجي هنا في الاشكال وهتختار الشكل ده، تمام. وهنقوم عاملين حاجة بالمنظر ده كده، وهتقوم قلبها بالشكل ده كده. حاول تظبط فيها بقى على قد ما تقدر، وليكن حاجة بالشكل ده كده. كده تمام اوي. هتخلي اللون بتاعها هنا طبعا اوتلاين، واللون بتاعها هنخليه برضو اللون ده. بس تعالى نغمقه سنة. هناخد دي كده وننزل بيها تحت بالمنظر ده. تمام اوي. هنعمل ايه تاني؟ تعالى نعمل شكل كده فيها اللي هو اللون الخطين البيض دول. تعملهم ازاي؟ بكل بساطة هتلاقي الارك ده كده او اللاين، وهتقوم واخد من اول هنا كده، وهتقوم عامل شكل بالمنظر ده، وهتحاول تجيبها عند الطرف بالظبط. تمام. هتخلي اللون ابيض عادي، بس هنزود العرض بتاعه لغاية مثلا ماشي، ونجيبه كده شوية. تمام. وهنحط جنب واحد تاني كنترول دي، هتقلل السمك بتاعه شوية وليكن حاجة بالمنظر ده. الاتنين دول هتدوس عليهم شيفت وكنترول جي، هناخدها كده وكنترول دي. تمام. وحاول تظبطها مثلا كده كويس اوي. كنترول دي تاني، نفس الكلام، حاجة بالمنظر ده كده. كنترول دي، افضل دوس كنترول دي لغاية ما تتملى معاك الشكل بالمنظر ده كده. بس كده تمام اوي. هنعمل ايه تاني؟ عايزين نجيب الزر ده. هنجيبه ازاي بقى؟ تعالى هنعمل ايه؟ هتدوس على العربية وهتخليها كنترول دي. تمام. وعملت واحدة بالمنظر ده كده. هنصغرها وليكن حاجة بالشكل ده. تمام. وهنيجي عند الشيب فورمات. تمام. وهتخلي اللون بتاعها وليكن اللون ده كده. تمام. وهتفتح دي وهتزودها لغاية 80 مثلا. بس كده الزر باين معايا وكله تمام. تعالى بقى بعد كده عايزين نعمل الشكل ده. فهتعمل ايه؟ هتدوس برضو عليها وكنترول دي. تمام. ودي بقى ايه؟ هتصغرها كده شوية. بقت معانا بالشكل ده كده. تمام اوي. هنقوم برضو عاملين ايه؟ عايزين نعمل فيها حركات كده. فهنقوم عاملين لاين من هنا كده مثلا، وهتقوم واخد حاجة بالشكل ده، هتقوم عامل حاجة بالشكل ده كده. خليها لونها ابيض ونزودها شوية، حاجة بالمنظر ده كده. اي شكل بقى انت عايزه، مثلا ممكن تحط هنا اللوجو بتاعك، اي حاجة ايه تيجي عليه. بس عشان الوقت انا كده تمام اوي. تعالى ناخد بقى الاشكال دي كلها كده، ونعملها كنترول جي بالمنظر ده. وهتصغر دي شوية كده وليكن حاجة بالشكل ده. تمام. وتعالى نعمل بقى ايه؟ الرجل والعربية. طيب الرجل دي هتجيبها ازاي؟ هتيجي هنا كده وهنختار الشكل بتاعنا ده، وهنعمل حاجة بالشكل ده كده، وهنقلبها كده، هنصغرها سنة كده. تمام. وهتحطها هنا كده وليكن حاجة بالمنظر ده، وهتصغر حجمها بالشكل ده كده. تمام. وهنخليها ورا الشكل بتاعنا. فانت هتدوس عليها كده وكليك يمين وسند باك، بقت بالشكل ده. تمام اوي. نرفع دي سنة. تمام اوي كده. عايزين نخليها لون تاني بالشيب فورمات، وتخلي اللون بتاعك اي لون بقى انت عايزه. هنا بس اوتلاين،
هنجيب اللون البني ده كده تمام، وهنغمقه سنة وليكن حاجة بالمنظر ده. تمام اوي. طيب فاضل العجلة دي هتعمل ايه؟ هنجيب الهولو بتاعتنا من هنا كده وتختار الهولو. تمام، وهنعمل هولو كده بالمنظر ده، هنصغر حجمها بالشكل ده كده. تمام، ودي هتدخلها جوه وليكن حاجة بالشكل ده، خليها اوتلاين. تمام، واللون بتاعها هنخليه اللي هو نفس اللون ده. تمام، هنجيبه المستطيل بتاعنا وهتقوم عامل حاجة بالشكل ده كده، نرفعه خالص وليكن حاجة بالمنظر ده كده. تمام اوي. هنخلي اللون بتاعه نفس الكلام، وهنا اوتلاين. تمام اوي. كنترول دي هنحطها كده تحتيها وهتلفه بالشكل ده كده. كنترول دي هنلفه بالشكل ده. تمام اوي. هنجيب بقى الدايرة بتاعتنا وهتعمل دايرة في النص كده عشان تدي واقعية اكتر بالمنظر ده كده، وهتخلي اللون بتاعها اعمل اي دروبر للون اللي بره ده. تمام اوي. هنقوم جايبين الهولو بتاعتنا برضو وحطينها فوقيها، هنصغرها سنة حاجة بالشكل ده كده، وهتخلي اللون بتاعها هو اللون ده، وهنا اوتلاين. بس كده بقت بالشكل ده العجلة بتاعتنا وزي الفل اوي. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ فاضل لنا ان احنا نعمل العمودين دول بحيث انها تدي واقعية اكتر. فسهلة دي، المستطيل بتاعنا وتعمل كده مستطيل حلو كده. تمام، وتلفه كده بالشكل ده كده، هنا اوتلاين وهنا اللون بتاعنا عايزينه نضيقه سنة كده ونحطه ورا، فهتقول سند باك بالشكل الجميل ده. نفس الكلام كنترول دي هتدوس عليها، كنترول دي، وهنحط واحد هنا بس خليه كده بالمنظر ده كده، كليك يمين سند باك بالشكل ده. هنلفه كده بس بقت بالمنظر ده. فاضل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى الايس كريم ده ويبقى كده خلصت. طيب سهلة جدا، هتيجي هنا وهنختار المثلث ده. تمام، وهنعمل مثلث كده بالشكل ده وهنقوم لفينه اهو، بقت بالشكل ده. رجع بس دي كده لورا دلوقتي. نزل دي ثانية لتحت كده. تمام اوي. تعالى بس نصغرها سنة. طيب هنعمل ايه تاني؟ هتيجي هنا ونخلي اللون اوتلاين واللون بتاعها وليكن اللون الاصفر ده بس. هنيجي هنا بقى في المول كلر وهنغمقها، هنفتحها بالشكل ده كده. حاول انت بقى ايه تشوف الالوان المناسبة ليك وتظبطها عليها. بس انا كده ايه اللون ده حلو اوي معايا. هنجيب تاني مستطيل. تمام، وهنعمل حاجة بالمنظر ده كده، وهنلفها كده بالمنظر ده كده. يلا طريقة عمل الجيلاتي بدون روت اهي، بقت بالمنظر ده. هتختارها نو اوتلاين واللون بتاعك وليكن هنخليه اللون ده. تمام، هنحط واحدة عليها، بس نصغر دي. هنحط واحدة عليها تانية وليكن حاجة بالشكل ده كده، وهنلفها ونصغر حجمها كده وننزلها لتحت، بقت بالشكل ده. تمام، تعالى نوديها كده شمال. تمام اوي. تعالى بقى اللون ده هنخليه نو اوتلاين، واللون ده مثلا شوف انت عايزه لون ايه بقى. هنعمل حاجة بسيطة اوي كده تبين ان هي سايحة. هنعملها ازاي؟ هتيجي عند تاني مستطيل ده وتقوم عامل
حاجة بالشكل ده كده، وهتقوم لففها كده. تمام اوي. هنقوم مصغرينها بقى خالص كده، عاملينها بالشكل ده، نوع اوتلاين، والشكل بتاعها يبقى هو ده. وهتحطها هنا كده، هتقوم واخدها كنترول دي، وهنقوم حاطين واحدة هنا، وكنترول دي، هنقوم مصغرينها بقى دي كده بحيث ان هي ايه مش كلها يبقى بنفس الحجم. خليها كده كنترول دي. بص دلوقتي كده تحسها ان هي ايه سايحة كده، ادت واقعية اكتر. تمام. هنعمل بقى ايه، هنعملها كل مرة كده؟ لا، حدد الشكل ده كده وكنترول جي، كنترول دي، عملت واحدة كده، نحط واحدة جنبنا. شوف بقى انت عايز تعمل كام واحدة براحتك يعني. كنترول دي مثلا انا هعمل 5 كويس اوي. اللون ده بقى هنغيره، هنخلي اللون ده بقى اي حاجة ما انت عايزها، مثلا نخليها اي حاجة وليكن كده بحيث ان هي تبقى ليمون مثلا. تمام. نفس الكلام هتحدد كله بسرعة كده، ونخليها وليكن اي حاجة برضو. طيب كده تمام اوي، كده يعتبر احنا خلصنا. شوف بقى عايز تزود واحدة كمان براحتك يعني، الحاجات دي ايه هسيبها لك. تمام. ممكن بقى نحط عليها كور صغيرة كده بحيث ان هي تبان ان هي مكسرات مثلا او اي حاجة، يكون حاجة زي كده. واللون نخليه ابيض مثلا، كنترول دي، ونحط واحدة كمان. شوف بقى براحتك يعني تعمل. انا بص بديك كل الحلول اللي ممكن تعملها. حاول بقى ايه تظبط حاجتك كده، وتشوف انت عايز تعمل ايه بالظبط. كل واحدة بقى اعملها ايه على نفس الشكل ده كده، او ممكن تغير لونها بحيث ان هي تبان كشكل حلو كده. ممكن مثلا نحط برضو عليها كور هنا في البسكوتة مثلا، نحط كور كده، اي حاجة هتدي شكل يعني. حاول بقى تظبط دنيتك كده وتعملها باي شكل انت عايزه. بس كده بالنسبه لي العربيه تمام اوي، الزر باين اهو، والعجل موجود وكله زي الفل. ممكن نعمل ايه، ممكن نزود عليها ايد للعربيه دي، ونوقف هنا شخص مثلا بيبيع زي الصوره اللي احنا عملناها قبل كده اللي هو ده. لو عايزين اشرح لكم ازاي عملتها بالباوربوينت قولوا لي برده، ونزودها على الرسمه بتاعتنا بحيث ان هي تبان كرسمه متكامله كده. لكن عشان النهارده ما تسرحوش كده تمام اوي. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا.